صلى على النبي اخواتي وتعالوا بقى نعمل المكشكشه اللي قلب الدنيا. يلا بينا. جلاش طازه ولازم يكون طازه من عند الكنفاني، ما يكونش الجاهز اللي بيتباع في المحلات، عشان تعرف تاخد نتيجه كويسه. تقطعه على 3 كده، تفتح الفتحه وتقطعها على 3. تاخد كل راق وتدهنه بالسمنه، ومهم جدا تزود السمنه في الموضوع ده، وتحط بعديها راق تاني وبرضه تدهنه بالسمنه. تاني نقول من الأول، قطعنا الفرخ بتاع الجلاش على 3 زي ما انتوا شايفين، حطينا راق وحطينا عليه سمنة وفي راق وتاني سمنة. بعد كده بنجيب الخل الخشب أو أي حاجة دائرية عشان نبرم بيها الجلاش، هنجيبها كده ونتني نص تانية كده، وبعد كده نحط الحشو اللي في خيالنا. عندك فستق حط، عندك سوداني حط، عندك أي حاجة حط. وخطوة خطوة نقفل بنفس الطريقة، بنمسك الخلة ونقفل بنفس الطريقة، مش مهم نقفل بإيدينا، بس المهم الخلة تكون موجودة، ونضغط من هنا ونضغط من الناحية التانية بإيدينا، وبعد كده نشيل الخلة.